السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا النهاردة احلى رز بلبن. عملناه بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات كلها موجودة في البيت. شايفين الطاجن شكله حلو ازاي؟ يا سلام بقى مع حتة بسبوسة، طعمه كان في منتهى الجمال. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير. عندنا كيلو من اللبن، وعندنا نص كوباية من الرز، نص كوباية من اللبن، معلقتين من اللبن البودر، 3 معالق من النشا، كوباية من السكر، ومعلقتين من الكريمة، ومعلقتين من القشطة. طبعا هسوي الرز الأول. دول كوبايتين من المية، هنزل عليهم كده بالرز. هسيب الرز على نار هادية لحد ما يبدأ يستوي زي ما احنا شايفين. هنا الرز كان لسه مستواش، بس كانت الميه قلت فزودت له نص كوبايه من الميه المغليه علشان يكمل سوا. انا عايزاه يبقى مستوي على الاخر. ضفت له بقى كيلو من اللبن بالشكل ده. ضفت له كمان كوبايه من السكر. هقلب المكونات كلها مع بعضها. وعندي بقى معلقتين القشطه، هضيفهم كمان على اللبن. القشطه بتديله طعم حلو جدا ودسامه كده، بيبقى طعمه جميل. هقلب المكونات مع بعضها، وهنروح بقى لباقي المكونات. هنضيفهم كلهم كده على اللبن. هنضيف الكريمة، وهنضيف اللبن البودر، وهنضيف النشا. هقلبهم كلهم كويس قوي لحد ما يدوبوا مع اللبن، وهاخدهم وهنزل بيهم على الرز اهو بالشكل ده. هاخدهم بقى انزل بيهم على الرز، وانا بقلب كده بالتدريج. هنزل بيهم واحدة واحدة اهو. تمام كده. الرز هيبدأ يغلي معايا ويتقل اهو. هنا تقل خالص، خلاص كده هو استوى. هضيف بقى معلقة صغيرة من الفانيليا، وهقلبه تقليبة واحدة بس، وهطفي عليه. هنجيب بقى الكاسات بتاعتنا او الاطباق او الطواجن، وهنغرف فيها الرز بلبن. انا النهارده هحطه في اطباق، وهحطه كمان في طواجن زي ما احنا شايفين. عندي بقى معلقة من القشطة ومعلقة من الزبدة، هحطهم كده فوق وش الطاجن، وهدخل الطواجن تحت الشواية. هتاخد لون جميل جدا اهو. خدت اللون الحلو ده، والاطباق اهي بالشكل ده. زوقتها بالشكل ده. دخلتهم التلاجة طبعا بعد ما غطيت وشهم بستريتش عشان وشهم ما ينشفش. طلعوا بالجمال اللي احنا شايفينه ده. احلى طبق رز بلبن، دسم وطعمه حلو جدا، سكره مظبوط، وطعمه كان في منتهى الجمال. بطريقة سهلة وبسيطة عملنا احلى طبق رز بلبن. يلا جربوا الطريقة، وان شاء الله الطريقة هتعجبكم. وان عجبكم الفيديو لايك وشير.